خريطة ولونتها بالأحمر، دخلت حتى إلى ما يسمى الصحراء الشرقية لدى بعض النخب المغربية المريضة نفسيا. تقرير ديال جريدة ماروك يبدو اللي كيهضر على الصحراء الشرقية اللي مرض وجعر وعصب الجزائر، وهنا بغاو يتسطاو الاخوان. واش يقولوا لهم حنا مدابزين معاكم على الصحراء اللي لتحت، طلعتوا لنا الصحراء اللي الفوق، وبغا يحماقوا. عند تجاوزات النظام المغربي وإذا توعد الجزائر لمن تسول له نفسه أن تمتد يده لأرض الشهداء. يحاول النظام المخزني كعادته التشويش على بلادنا وتسويق أطماعه التوسعية. وهذا المقال هذا كيعطي واحد البراهين اللي هي تاريخيه، ان الصحراء الشرقيه كانت ديال المغرب قبل من الاستعمار الفرنسي، وناضوا هنا الجزائر وبداو كيهددوا بالحرب، وان ديك البلاصه مسقيه بدم الشهداء والبلا بلا 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 اللي كتعرفوها الاخوان. تزوير الخرائط وبداو يلونوا خربش خرابيش ولون تلوين. فاليوم كان الرد الحاسم، اذا انتم تعرفوا علبه الالوان، نحن نعرف الذخيره الحيه من النهايه. وفي نفس الوقت هنا الاخوان كانوا كيديروا غير داكشي اللي كيعرفوا وكيتقنوه، هي المناورات في الصحراء في الحدود مع المغرب. بدليل اليوم التمرين التكتيكي الذي أشرف عليه قائد أركان الجيش في جانيت، ولدينا حتى الصور. الفريق أول شنقري حيشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بجانيت بالذخيرة الحية. ميريكان هنا صيفط لهم واحد السيده اللي الخدمه الاساسيه ديالها هي ان تنقص التسلح من الدول اللي كيتسلحوا بواحد الوتيره كبيره كتجي كتقول ليه خونا ستوبي وفراني. واش فعلا الاخوان هاد الصحراء الشرقيه ديال المغرب، وعلاش بالضبط هاد الدوسي هذا كيعصبهم وكيجعرهم اكثر من الصحراء المغربيه اللي كيسميوها الصحراء الغربيه؟ شنو هو هاد البلان كامل ومنين جاي هاد الشيء ان شاء الله هو اللي غادي نشرحه اليوم. هاد الدوسي الاخوان بدا فاش كانت واحد السيده سميتها باهجه السيمو، دارت واحد المؤتمر صحفي وقالت فيه واحد القضيه. وحينما اقول الصحراء يعني بها الصحراء بين مزدوجتين الغربيه والشرقيه ايضا. هنالك خرائط تبين كيف تطورت الحدود، وهو رصيد جد هام حصلنا عليه من رصيد المعزوزي الذي كان متكلفا بهذا الامر. هنالك ومن بعد الدول الاخرى ايضا شهد شاهد من اهلها، وهنالك بعض الرسوم للحدود، وهنالك الاتفاقيات، وهنالك الرسائل المتبادله منذ العصر الوسيط الى اليوم على قضيه الصحراء. قضيه الصحراء مغربيه من خلال وثائقنا. هاد السيده الاخوان هي مديره ديال الوثائق الملكيه، هي اللي مكلفه بدوك الوراق القدام ديال الاسره العلويه، وفي نفس الوقت هنا الاخوان هي مؤرخه وباحثه مغربيه، وهي كتعتبر اول مره في التاريخ غتشد هذا المنصب هذا، وعمر كان شي مرة قبل منها. وهذا المنصب الاخوان عرفتوا شكون اللي كيعينوا؟ ايها الاخوان، اعلى سلطه في البلاد الملك محمد السادس هو اللي عينه في هذا المنصب هذا، حيت هو واحد المنصب اللي هو حساس وما يمكنش تعطيه المنواله. راه حنا كنهضروا على التاريخ ديال البلاد هنا الاخوان. في 2008 الاخوان خدات الدكتوراه ديالها في جامعه لا سوربون في موضوع الاصلاحات العسكريه في المغرب ما بين 1844 حتى 1912. اذا هنا راها عارفه الشاده والفاده على هذا الموضوع، حياتها كامله خصاتها وهباتها لهذا الشيء هذا. وشكون هنا اللي فاليدا ليها هذا الموضوع وعطاها الطابع عليه وعطاها الدكتوراه؟ لا سوربون الاخوان. هاد لا سوربون الاخوان هي اللي خرجت منها ماري كوري، اول جائزه نوبل في التاريخ اللي كانت خداتها امراه. هي اللي تخرج منها فرانسوا ميتيرون الرئيس السابق ديال فرنسا، والفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر، غوني ديكارت اللي مسمين عليه الليسي اللي في الرباط، فريدريك شوبان الاخوان بيانيست تاريخي، واللائحه طويله الاخوان. هنا المهم راه الرساله وصلت، ماشي اي واحد كيدخل لهذه المدرسه من غير الهاي ليفل ديال الادميغه، وهي اللي خدات منها الدكتوراه في هذا الموضوع. وفين؟ فرنسا المستعمر القديم. المهم هنا تقريبا كنتمنى تكون وضحت لكم الصوره. هاد السيده هنا كتهضر بالعلم، كتهضر بالخرائط، كتهضر بالوثائق، وكتهضر بالدلائل، وكتهضر بالتاريخ، وما كتهضرش بالعاطفه. داكشي اصلا علاش عينها الملك في هذا المنصب هذا. تندوف، بشار، واضرار، هادو مناطق كتقول الجريده انهم في الاصل كانوا ديال المغرب، وقالوا ان الجزائر منوضين هذا الصداع كامل على الصحراء المغربيه اللي هما كيسميوها الغربيه، باش المغرب ينساو ما عمرو يجبد هاد لي زارشيف هادو ديال الصحراء الشرقيه اللي اصلا حتى هي ديالو. في 1962 فاش الجزائر خداو الاستقلال ديالهم وجا هنا المستعمر القديم اللي هو فرنسا
وطراس الحدود ما داز عام حتى شبكات ما بين المغرب والجزائر، هي فاش ناضت بما يسمى حرب الرمال. عمد إلى اقتطاع أجزاء واسعة من التراب المغربي لصالح الجزائر في عملية سياسية استعمارية. Cohabitation de fait à laquelle nous aurions voulu mettre un terme par l'ouverture du dossier sur le contentieux frontalier. Contentieux qui n'a jamais été méconnu ni de la part des Algériens ni de la part des Marocains. كلمتنا تاع الدرجة حقرونا يا إخواني، حقرونا. قال حقرونا من منطلق أن ما كانش عندنا طيران ولا دبابات ولا كنا عاد جيش تحرير. وعلاش ناضت هذه الحرب الاخوان؟ حيت المغرب هنا حس بالظلم، حيت فرنسا فاش جات طراسات الحدود طراساتهم لالجيري فرونسيز، وكانوا كيعتبروا هنا ان الجزائر هي فرنسا، والعلاقه اللي بيناتهم ماشي بحال اللي بيناتنا، كانوا كيعتبروا ان ديك الارض ديال الجزائر ديالهم. داكشي علاش كانوا كيديروا التجارب النوويه ديالهم تما في ديك الارض، وكان كلشي ديالهم من الاخر. وفاش طراساو الحدود عطاو لراسهم هنا اكبر حدود فين؟ في افريقيا، حيت تقريبا الجزائر كتعتبر هي اكبر دوله من ناحيه الحدود في افريقيا، والمستعمر هو اللي كيتبرع هنا الاخوان من الاخر، بحال داكشي ديال بلجيكا مع الكونغو. وفاش ناضت هذيك الحرب في 1972 دارت واحد الاتفاقيه اللي سميتها اتفاقيه ترسيم الحدود. ودابا مال الجزائر الاخوان من هادشي كامل؟ هاد الصحراء الشرقيه شبعانه غاز وشبعانه بترول وشبعانه معادن، فيها العاقه الاخوان. وكاع المراجع ديال فرنسا القدامى الاخوان كانوا كيسميوها لو غران صحارى ماروكان، الصحراء المغربيه والشرقيه حتى الموريتانيا وحتى النهر السنغال. وهما كانوا كيقولوا هاد لي زارشيف راهما باقيين كاينين. وهاد السيده هادي اللي تخرجت من لا سوربون خدات الدكتوراه شافت هادشي تا عندهم. وفاش الجزائر سمعوا كاع هاد الحقائق وشافوا كاع هادشي وبان لهم الماتش بدا يكبر، وتخيلوا ان ديك المنطقه تقدر تمشي لهم في اي لحظه، جاوبوا بوكاله الانباء الجزائريه ديالهم وخرجوا واحد الجواب في الشكل، وقالوا بالتاكيد لم تكن هذه الخرجه اعتباطيه، اذ جاءت اياما فقط بعد تصريح مدير الوثائق الملكيه بهيج السيمو حول نفس او عزل المخزن لبعض وسائل اعلامه المقربه من القصر الملكي نشر ملف دعائي يفتقد لاي احترافيه اعلاميه يعكس الاطماع التوسيعيه المغربيه، ضمت من خلاله اجزاء من التراب الجزائري المسقي بدماء الاف الشهداء. وخرجوا هنا وبداو يقولوا انه غادي تكون حرب وغادي تشبك الا قربنا لهم الحدود ديالهم. وخرج هنا واحد خونا سميتو ابراهيم بوغالي، هو رئيس المجلس الشعبي الوطني. وسمعوا معايا هنا الاخوان مزيان شنو قال. سمعوا لي الاخوان ماشي شنو قال، شنو قرا. الذي تعمل فيه بلادنا تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية على تعزيز الاستقرار على المستوى الجهوي والقاري والدولي لاستعتاب السلم وإنعاش التنمية وبعث الأمل، يحاول النظام المخزني كعادته التشويش على بلادنا وتسويق أطماعه التوسعية. ومن هذا المنبر نقول له بأن الجزائر مسيجة بدماء الشهداء وعصية على المتآمرين وأعوانهم. كيقولوا أنهم كيتهموا المغرب أنه عنده واحد السياسة اللي هي توسعية. دابا هنا الإخوان هذا راه تاريخ من الآخر. دابا إلا سولتكم هنا واحد السؤال وقلت لكم شنو هي الدولة اللي كتشهد بها الجزائر واللي كتشري من عندها السلاح كل عام صحة، يلا قولوا لي الإخوان شكون هي؟ ها هي قلعتوها، روسيا. وجاوبوني نتوما هنا على هذا السؤال الاخوان، اش دارت روسيا في 2014؟ يلا تفكروا معايا مزيان هنا، قبل من هادشي ديال اوكرانيا شي حاجه وقعت في 2014، شدات هنا شبه جزيره القرب وهي تكوش عليها كامله. خداو واحد البلاد ماشي ديالهم شدوها وقالوا له ديالنا وسناو الوثيقه غا بوحدهم، بزز بلا متحده بلا حتى شي واحد، بلا تصويت بلا قانون، داكشي ديكتاتوري. وشنو عاوتاني داروا في 2022 هنا الاخوان؟ دخلوا لاوكرانيا. وفاش دخلوا هنا الاخوان لاوكرانيا شنو خداو واحد المنطقه قد السخط، وحده سميتها دونيتسك والاخرى سميتها لوغانسك، وقالوا لهم ديال من؟ قالوا لهم ديال روسيا، وسيناو راسهم وقالوا الامم المتحده ما بقيناش محتاجين لك، حنا راه كنسينيو راسنا. الاعتراف الروسي باستقلال دونيتسك ولوغانسك كجمهوريتين مستقلتين عن اوكرانيا يهدد عمليه السلام الهشه اساسا بشرق البلاد. وهنا الاخوان الجزائر ساكته، وياك نتوما مع حقوق ديال الشعوب والدول، ولا صافي هادوك ماشي شعوب ماشي دول، ولا خفتوا هذوك الاسلحه اللي عندكم فاش يخسروا ما تعرفوش قدهم، بقاو تشوفوا فيهم وما تلقاو اللي قدهم لكم. الحدود ديال الدول هنا الاخوان كيتبدلوا عند الامم المتحده بالقانون، وهذا الشيء ماشي جديد، هذا الشيء راه من قديم ومن شحال هذا، والجزائر هذا الشيء عارفينه وخالعهم. 1947 الهند مع باكستان،
وفي 1947 نيت الباكستان مع البنغلاديش، الالمان مور الحرب العالميه الثانيه، يوغوسلافيا في 1990، تيمور في 1999، السودان في 2011، روسيا في 2014 وفي 2022 وبطريقه غير قانونيه. وداكشي اللي كنت قلت لكم قبل كلشي قانوني وبالوراق. وهنا الاخوان بغيتكم تعطوني ودنيكم مزيان باش تعرفوا السياسه الخارجيه ديال المغرب وتفهموا الدبلوماسيه الجد متطوره ديال المغرب. باش الامم المتحده تقبل لك وتبدل لك الحدود خصهم يكونوا فيك واحد الشروط وخصك دير واحد الحوايج. يا اما هنا دوك جوج مناطق كيتفقوا بيناتهم، خويا خذ الصحراء الشرقيه راه ديالك راه في التاريخ الله يعاوننا ويعاونك، وهذا الشيء راه ما غيديروش. يا اما تكون لوطونومي والحكم الذاتي، باش كتفكركم هنا هذه الكلمه ديال الحكم الذاتي، يا اما اعتراف دولي. وهنا باش كيفكركم هذا الشيء، شحال من دوله اعترفت المغرب. اول قوه عالميه الاخوان اعترفت المغرب المستعمر القديم اللي كان في الصحراء واللي عنده لي دوسي القدام اللي عنده الوراق واللي هو اللي كان تما اعترف للمغرب. كيف ماشي نهار دوك المكاريب ديال فرنسا يقدروا يديروها، حيت هاد الصحراء الشرقيه المستعمرين القدام ديالها وهما فرنسا. والتاريخ راه باين الاخوان، والسبب الرئيسي ديال هاد البلا وديال هاد المشاكل كاملين راه هو الاستعمار. اما راه في الاول كلشي كان عارف حدوده وكلشي كان عارف شكون اللي حاكمه وكلشي عارف شكون الصحراء ديالو، وهذا الشيء راه عارفينه حتى المستعمرين وساكتين. إن نحن لاقينا الإسبان هناك أن نصافحهم ونقول لهم خرجوا خلونا محلنا. ومن واجبنا كذلك شعبي العزيز إن وجدنا غير الإسبان أن نقوم بما يفرضه علينا الواجب من الدفاع عن المغرب ومن الدفاع عن حوزة المغرب ومن الدفاع عن سلامة المغرب. وهنا الاخوان بغيت نعرف اش كيبان لكم في هذا التقرير اللي كانت خرجات ماروك كيبدو ديال الصحراء الشرقيه. واش كيبان لكم في ردة الفعل ديال الجزائر بالحرب وهاد الروينه والبلا بلا؟ واش ممكن تكون هنا واحد المواجهه ما بين المغرب والجزائر؟ الله اعلم. وهنا ما كرهتكمش خليوا لي كومونتير بالاراء ديالكم. السلام عليكم.